اخواتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا كلنا النهارده صحينا وقرينا خبر ان الشركه المتحده اصدرت قرار او اصدرت بيان بانها فسخت التعاقد مع كابتن احمد شوبير. ايه السبب؟ الله اعلم، ما اعرفش، بس حاجه غريبه. يعني حاجه غريبه ان هما بيتخلوا عن كابتن احمد شوبير. ده كابتن احمد شوبير عارف الخبر قبل ما بيحصل، يعني الخبر بيجيله قبل ما بيحصل. بس ما علينا، بكره هنعرف وبكره الايام هتثبت ايه هي مدى صحة الاخبار دي. في حاجة بقى انا سامعها ونغمة عمالة تتردد في موضوع كابتن احمد رفعت الله يرحمه ويحسن اليه. بيقول لك ايه بقى؟ افتكاسات من ضمن الافتكاسات اللي شغالة ان كابتن محمود الخطيب كان عايز احمد رفعت النادي الاهلي. بص بقى بالنص اهو، وقال ايه؟ كلم احمد رفعت وكلم نادي فيوتشر اللي احنا هنطلعه. بص، اللي احنا هنطلعه زي نظام كوبري لنادي الوحدة الإماراتي، وبعد كده يرجع على النادي الأهلي. ناس قاعدة فاضية، ناس عايزة تدخل النادي الأهلي طرف وعايزة تدخل كابتن محمود الخطيب طرف. مهم، قال لك لا، ده كابتن أحمد رفعت الله يرحمه رد عليهم قال لهم أنا لو رجعت لو رجعت مصر لا هرجع على نادي الزمالك، يا إما هرجع على النادي بتاعي. يا جدعان خلاص الراجل ده مات، ادعوا له ودوروا على حقه. غير كده مفيش حد يتكلم في حاجة تاني، غير كده مفيش حد يتكلم في حاجة تاني. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي عمال اسمعها، واللي عمال عايزين يجيبوا النادي الاهلي كارت حشر بأي طريقة. اي طريقة كانت عايزين يجيبوا النادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي ولا ليه صلة ولا ليه طرف ولا ليه اي حاجة ولا الكلام ده كله. يلا اشوفكم على خير، سلام.